كفايه يا ابو عطا، كفايه يا اخويا. كان نفسي ازور قبره. ربنا يديك طول العمر. يا ريت خد من عمري واداله هو. معلش يا اخويا، قضى ربنا. ظلمته في حياته، حرمته من انه يبقى له اب. كان نفسي اخده واضمه في صدري واحسسه بحناني، لكن كان بينا قضبان حديد طول العمر. ايه اللي جابك الأوضة دي يا ابو عطا؟ حبيت اشم نفس ابني. احنا مش اتفقنا ننسى؟ حد ينسى ابنه؟ حد ينسى ضناه؟ انسى فرحتي بيه لما اتولد على ايديا وامه ماتت. حبيت اشوفه احسن الرجاله. بعدت عن حياه الليل اللي انا كنت عايش فيها. بتعلمه عشان يبقى احسن مني. يوم ما كان خبر موته جريت على المأمور وترجيته علشان اخرج اودعه وامشي بجنازته. ضحك المأمور وقال لي: شايف السجن؟ شايف السجن بيحرمك من اعز الحبايب. ساعتها حسيت ان الدنيا اسودت في عينيا، وحسيت ان ما بقاليش حد فيها. انا بعطا. انت اللي فضلالي. انا ما انساش جميلك عليا، وانك علمت ابني ومشيتي في الطريق اللي كنت اتمنى امشي فيه انا. لكن الموت ما رحمهوش. تبت الى الله. عشان كده رحت للعمدة تاخد ال5 فدادين بتوعك؟ ايوه، لان ابني في اخر زياره ليا طلب من ربنا ان يرحمني وترجاني ان اتوب. خرجت من السجن وكان نفسي اتوب على ايديه، لكن زي ما كنت السبب في موت الناس ربنا خده مني. ربنا خده مني. ان ربك لبالمرصاد. ان ربك لبالمرصاد. انا حاسه انك قلقانه قوي يا امل. مش عارفه، من ساعه ما رجع ابو عطوه البلد وانا قلبي مقبوض. تعرفي يا امل، انا من ساعه ما شفتك وانا حسيت قد ايه انت بتحبي شكري. شكري ده كل حياتي، ولو اني ما عنديش ثقه في الرجاله. يا ساتر، ليه كده؟ عشان عشت اجمل قصه حب لمده 4 سنين. كان بيشتغل طيار. في يوم وقعت بيه الطياره وهو بيتدرب، مات. كانت صدمه بالنسبه لي، كان كل حياتي. لكن اكتشفت اني كنت عايشه في كذبه كبيره قوي. ازاي؟ لما رحت اصرف المعاش بتاعه اكتشفت انه كان متجوز واحده تانيه، ومن يومها كفرت بالحب وصممت اني ابني مستقبلي بايدي وانجح في شغلي. ابو عطا، ايه يا ابو عطا؟ الشمس طلعت يا حبيبي وحمت والقمر لسه نايم. اصل اتعودت ما اصحاش الا على صوت البروكي. خلاص يا قلبي، من بكره يكون عندك بروج يصحيك. لا، ما اتعودتش اصطبح بوش حلو زي كده. يا حبيبي، انا كنت فاكره ان قلبك خلاص برد من ناحيتي. اصلك امبارح نمت واديتني ظهرك، لكن انا قلت يا بنتي يا نعناع تلاقيه تعبان من السفر، مش كده؟ السجن قتل فيا حاجات كتير قوي يا نعناع. حتى حبك ليا. حبي ليكي هو اللي مصبرني. كان بيهون عليا العذاب اللي كنت فيه. لما كنت بتزوريني في السجن كنت بتديني امل ان هخرج الاقيكي.
دي العشرة ما بتهونش غير على ابن الحرام. مش بيقولوا كده برضه في الأمثال؟ وهي العشرة ما هانتش حتى على بنت الحرام. طول عمرك أصيلة يا نانا. وانا اروح فيك فين؟ انت الوحيد اللي فتحت لي دراعاتك في الوقت اللي كانت كل الناس فيه بتحدفني بالطوب. يا بعطوة، انا هربت من قسوة الناس للجبل، وفي الجبل لقيت القلب الحنين اللي عطف عليا. ربنا يخليك ليا. ربنا يقدرني ويعوض لك كل اللي فات. يا بعطوة، ده مين ده ابن الله؟ انت مستني حد؟ لا ابدا. طب هقوم افتح. لا لا لا، اقفل انت وانا هفتح. مين؟ اهلا وسهلا حضرة الظابط، اتفضل. انا قلت برضه هتيجي تزورني وتشرب شرباتي. اصيل، جت منك وما جاتش من اهل البلد. انا سمعت عنك كتير يا ابو عطوه. وانا كمان سمعت عنك كتير. ما كنت تصور ان دخلتك البلد هترعب رجاله عمرهم ما عرفوا الرعب ولا الخوف. الظاهر انك فيك شيء لله. اسمع يا ابو عطوه. استنى بس، اسمع انت. اقعد كده اشرب شرباتي وبعدين ندردش مع بعض. شرباتك هيشرب وما ربنا يهديك وتعيش في امان، لكن هشرب قهوتك الساده على روحك وما هتخالف القانون يا ابو عطوه. الله 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 الله، ده كلام كبير قوي يا حضرة الظابط. بتقول سمعت عني، والسمع مش زي الشوف. جرب كده وخالف القانون، شوف ايه اللي هيجرى لك. انت جاي تهددني ولا ايه؟ انا جاي احذرك. انا ما عملتش حاجه غلط. وحكايه الخمس فدادين اللي انت بتطالب بيهم. بطالب بحقي يا حضرة الظابط. ايوه، لكن القانون ما اديكش الحق يا ابو عطوه. انهي قانون يمنع صاحب الملك من انه يستلم ارضه؟ لا يا ابو عطوه، ده القانون اللي انا بنفذه. يبقى بتنفذ قانون ظالم. القانون اتعمل للصالح العام مش عشان فرد. لكن دي ارضي. ايوه، لكن جاسر قايم بالتزاماته بيسدد ايجار الارض، ما اقدرش اطلبه منها. القانون في صفه وانا بحميه. وانا يا حضرة الظابط مين يحميني؟ انا احميك يا ابو عطا لو حد اتعرض لك. احميني من الشر اللي جوايا. انت تقدر تحمي نفسك. ازاي؟ وانت بتسد قدامي طريق الخير، وانت بتقفل قدامي باب رزق شريف. اقتل الشر اللي جوايا ازاي واعيش منين؟ مين هيوكلني؟ انت هتوكلني؟ دور لك على شغلانه شريفه يا ابو عطوه. ما اتعلمتش في حياتي غير ضرب الرصاص. لا، اتعلمت حاجات كتير في السجن. اذا ما كنتش اتعلمت مستعد ارجعك تاني السجن عشان تتعلم. انا بحذرك يا ابو عطوه، بحذرك. شفت ازاي يا بعطوة رجالتك كان معاهم حق لما دخلوا الجحور؟ شفت؟ لكن لا، انت مش هتسيب وقت راسك وسط اهل البلد. مش كده يا بعطوة؟ انت لازم تعرفوا مين هو بعطوة. لا